تعالوا نشوف الست دي عملت ايه تحت الارض. بصوا عملت حاجة ما يصدقهاش عقل، بس واضح كده انها فنانة، واضح انها مهندسة فاهمة هي بتعمل ايه. بصوا كده حفرت بس العمق كبير جدا، ومش عارفة اذا كان فعلا عاملة كل ده لوحدها ولا لا، بس واضح جدا ان هو لوحدها لان معاش حد. بس الشغل ده عايز رجالة، وبالتالي الرجالة تتعب من عمال الشغل ده. بصوا عملت ايه، عملت مكان كامل تحت الارض، كأنه معبد مثلا تحت الارض. بصوا ابتدت تحفر وتنحت. هي عملت حاجة حلوة، حاجة جميلة جدا، حاجة بتهيألي دي يبقى لها بعد كده سياح، يبقى لها ناس تيجي تتصور فيها، ناس تيجي تقضي فيها كده فسحة حلوة. المشكلة بقى ان هو في وسط غابة، يعني انا بتهيألي كده ان هو مكان مرعب، مكان مش عادي يعني. هو بصوا حتى المنظر مرعب. بصوا بقى بتعمل ايه، بصوا الفن، هي فعلا فعلا فنانة، فنانة قوي كمان. بصوا حفرت عمق تاني تحت عشان تعمل ايه بقى. بصوا الجمال، مكان كامل مكتمل تحت الارض، وعامله له سلالم، وعامله كل حاجه بدقه جدا وبمقاسات، فكده يبين ان هي فعلا مهندسه. بصوا الجمال، بصوا هي عملت سرير وكنبه. بصوا العمق اللي هي حفرته ده هتعمله بسين. هي طبعا يتسقف لها، ان هي فعلا مبدعه ومبتكره. بس المكان ده والله لو دفعوا لي كنوز الدنيا، لو دفعوا لي كنوز الدنيا ما اقضي فيه ثانيه. يعني انا مش عارفه، طب انت في وسط غابه ممكن يطلع عليها، وارد جدا يطلع عليها ذئب، يطلع عليها نمر، يطلع عليها تعبان، والاماكن دي بتبقى وارد جدا ان هي الحيوانات البريه اصلا موجوده فيها كتير. فيا ستي وانت قاعده كده ينزل عليكي من فوق تمساح، ينزل عليكي حاجه. الناس دي قلبها ميت، والله العظيم قلبها ميت. بس هو المكان ده هو حلاوته لو ايه فسحه ورحله، ينزلوا يقضوا كده ساعتين بالنهار فيه كده كمنتزه كده عادي. ما تهيأليش حد يبات فيها الا الناس بقى اللي بتحب اللي هي تقعد، عشاق بقى المخيمات وعشاق الصحراء والكلام ده، هي الناس اللي تقعد فيه. بس والله لو كنوز الدنيا بما فيها انا مقضي فيها ساعتين. اكتبوا رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في اللي هي عملته، هي مبدعه جدا جدا، برافو عليها. واكتبوا لي تقدروا تقضوا يوم في مكان زي ده ولا لا. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت الحلو اللي شبهك. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.